السلام عليكم. اليوم عندنا الزلابية الصفرة. طبعا هي كتير سهلة. أول شي راح نحضر الشيرة أخذت كوبين سكر، كوب ماء، وشوية ملعقة ماي ورد فقط. والسر المطاعم هو إنه ورا ما تستوي الشيرة، ورا ما يذوب السكر كله بدون ما نحركه، راح نضيف ملعقة دهن ونذوبه بالكامل بيه. بعدين راح نضيفها بشي خاص إلها حتى تبرد، ونتركها ونحضر العجينة للزلابية. نص كوب طحين، ملعقة سكر، وملعقة خميرة، وكوب ونص ماء دافئ، ما يصير لا بارد ولا حار لأنه راح تخرب الخميرة. راح نخلطها كلش زين ونقبوها ونتركها تقريبا 20 دقيقة. ورا 20 دقيقة راح نفتحها ونضيف لها كوب طحين وكوب نشا وراح نخلطها كلش زين. إذا شفت القوام صار ثقيل راح نضيف شوية مي، ربع استكانة مي، ونخلطها بحيث القوام ما يكون كلش سائل ولا بداية لأنه يكون ثخين. هسه حاليا راح أقبضها وأتركها شي تقريبا 25 دقيقة. راح أعوفها. بعدين راح نجيب بطل مال مي وأثقب الراس مالتها على شكل دائري. طبعا هنا راح أحطها بفتشي حتى أقدر إنه أصبها بالبطل، وراح تكون العجينة عندنا حاضرة. هسه راح نحضر الزيت. راح نحط الطاوة ونحط عليها الزيت، ننتظره بحيث ما يكون كلش حار الزيت، وسط تقريبا، ونشكل الشكل اللي احنا نريده بالطاوة. ننتظر عليها أول مرة تصير الظهر، بعدين راح نقلبها للوجه، وأيضا ننتظرها يتغير اللون مالتها وخلاص. بعدين راح نحطها من الحار قبل للشيرة الباردة، وراح نقدمها وألف عافية. أنصحكم بتجربتها لأنه كل من أكل هاي الزلابية انطى تقرير 100%. ألف عافية.